أهلا وسهلا فيكم بقناة من جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير من وين ما كنتوا بتشوفوا فيديو. اليوم حنعمل وصفة كتير من الوصفات المحببة لقلبي، ستروغانوف الدجاج. وصفة كتير سهلة وطيبة. بالبداية عندي هون معلقتين من الزبدة، حضيف عليهم شرائح الدجاج. بالنسبة للدجاج قطعتهم شرائح تقريبا متوسطة. حنقلب الدجاج بالزبدة تقريبا على الجهتين أو من كل النواحي لحتى يتغير لون الدجاج. لازم وضروري كثير إنه الدجاج ياخد لون من جميع الجهات. بعد هيك راح أغطي عليه شوي لحتى ياخد درجة بسيطة من السوى، وأضمن كمان إنه تحمر أو أخد لون ذهبي بسيط من جميع الجهات. بعد هيك راح أضيف عليه البصل والثوم المفروم ناعم، وحقلبهم سوا لحتى يتذبلوا. بعد هيك راح أضيف كليل الجبل أو الروزماري، تعطيها طعم كثير طيبة صراحة، حاولوا انكم ما تستغنوا عنها. بعد هيك راح اضيف الفطر. استخدمت انا الفطر الفريش، استخدمت تقريبا من 5 ل6 حبات كبار، قطعتهم لشرائح. راح اقلبهم سوا وراح اغطي عليهم واتركهم لحتى يتذبلوا. بعد ما تذبل عند الفطر، بعد هيك راح اضيف البهارات. بالنسبه للبهارات حضيف رش من الفلفل الاسود ورش من الملح فقط. هي بهارات الاكل، هاي جدا بسيطه، ما بتحتاج اكثر من هيك. راح ارجع اقلبهم. طبعا الدجاج بهاي الفترة مع كل إضافة نوع من الخضار بياخد مرحلة كافية من السوا. راح أضيف شوية مي. رشة المي هاي بتفرق كتير، ما بتخلي الدجاج ينشف أو ينشعت مثلا بالطنجرة أو بالقلاي، فكتير مفيدة ومهمة إضافة المي. زي ما انتم شايفين لسه ضل فيها صوص وما نشف عندي الدجاج ابدا. وهون ضفت الكريمة. بالنسبة للكريمة انا استخدمت 500 جرام من الكريمة تقريبا. يعني كل حدا على حسب الكمية ممكن تحتاجه من كوب ونص لكوبين. راح اخليها تغلي شوي، كم غلوة وهيك بتكون جاهزة، لانه تقريبا الدجاج استوى عنا والخضار مستوية ومتدبلة، فما بتحتاج انها تغلي كثير. بالنسبة للرز سلقته بطريقة جدا بسيطة وعادية. ضفت زيت وفلفل اسود وملح، بس غلي وطيت عليه وتركته لحتى تشرب المي وتفلفل بهالشكل. ما شاء الله كان كثير طيب وكل حبة بحبتها. وبهيك بتكون الطبخة عنا جهزت، جدا بسيطة وسهلة. هون راح اسكبها. طبعا الكريمة نشفت شوية، عملت طبقة من فوق لانها بردت من التوفة. فهيك كانت عندي جاهزة. أكلة جدا 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 فخمة ورائعة وكتير كتير طيبة، وكمان بنفس الوقت سهلة. وهذا كان الشكل النهائي. قدمتها بشكل بسيط ولطيف، وعملت جنبها سلطة الجرجير كتير طيبة. وإن شاء الله يا رب تنال على إعجابكم وصفة اليوم. وهيك بكون فيديو اليوم انتهى. بتمنى منكم تدعموني وتشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسوني من اللايك. تحياتي لكم وين ما كنتم. مع السلامة.